يا مساء الفل او صباح الفل على حسب الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو. النهارده هنتكلم عن احسن وقت تقدر تقدم فيه على المقابله في السفاره الامريكيه سواء في مصر او في السعوديه. انا معاكم سامح، والنهارده بنتكلم عن فيديو مهم جدا. في ناس جدا بتكون متردده في الوقت اللي تقدم فيه للسفاره الامريكيه. عايز اقول لك ان احسن وقت تقدم فيه دلوقتي بالنسبه للسفاره الامريكيه احسن من الفترات اللي فاتت، او على الاقل احسن من الشهرين اللي فاتوا. لاسباب كتير. بدايه من شهر 2 بدات السفاره الامريكيه تطبق سيستم جديد تماما في كل تقريبا في الميدل ايست. السيستم ده هو عامل من العوامل اللي هي بتكون ضامنه ان انت دلوقتي الملف بتاعك متراجع بعنايه كويسه جدا. وكمان برضو بسبب تاني ان احنا في الفتره الجايه فتره سيزن بالنسبه للصيف وبالنسبه للاجازات وبالنسبه لمباريات اللي هتتلعب بالنسبه للسعوديه او لمصر، المباريات اللي هتتلعب في امريكا في بطولة كأس العالم. ودي فرصة كويسة جدا ان انت تقدم على المقابلة في السفارة الأمريكية. طبعا الوقت الحالي المقابلات كلها في مواعيد في شهر 6 تقدر تاخدها ان انت تبقى مناسبة للوقت بتاعك اللي هتروح فيه المقابلة في السفارة، وتقدر ترتب نفسك من دلوقتي. طبعا هو مفيش وقت كبير جدا، طبعا احنا خلاص تقريبا داخلين على اخر شهر 5 وخلاص المباريات في نص شهر 6. طبعا الناس اللي بتقول ان الرفض كتير، طبعا في نسب رفض وفي نسب قبول، وده العادي للسفاره الامريكيه ان طول عمرها في نسب قبول ونسب رفض. ولكن دلوقتي بنعيد تاني نفس الوضع نفس الكلام على نفس النقطه المهمه جدا اللي بتفيد كل الناس. النهارده السفاره بقت بتراجع ملفك قبل المقابله بيومين او 3 او 4 على حسب الملف بتاعك انت عملت له سبميتد او قفلته امتى. والسفاره بتبتدي تراجع دلوقتي الملفات بعنايه جدا. وانت داخل المقابله خليك عارف ان السفاره راجعت ملفك كله كامل، واحتمال كبير جدا يكون القرار اخدوه قبل ما تدخل المقابله بتاعتك في السفاره الامريكيه. النهارده لو انت بتقارن الفترة اللي فاتت بالفترة دلوقتي، طبعا ناس كتير جدا هتقول لك لا ما تدخلش المقابلة دلوقتي مش كويسة، لا دلوقتي نسب القبول ونسب الرفض أكبر من نسب القبول. ولكن دايما احنا بنقول إن أكتر الناس اللي بتظهر على السوشيال ميديا أو اللي بتتكلم أكتر هي اللي أخدت رفض في السفارة، علشان اللي أخد قبول معظمهم بيداروا على شمعتهم علشان هم أخدوا حاجة أنت معرفتش تاخدها، وعلشان برضه هو ما بيتكلمش كتير على إن هو اتقبل في السفارة. لو اتكلمنا منطقيا دلوقتي السفاره زمان غير دلوقتي ليه؟ هقول لك لسبب واحد مهم جدا، ان دلوقتي بقى رقم الابلكيشن بتاعك لازم يكون هو نفس الرقم اللي موجود في الورقه بتاعه الميعاد بتاعك. ولو الورقه دي فيها رقم مختلف عن الورقه عن رقم الابلكيشن بتاعك اللي انت داخل فيه المقابله، السفاره هترفض تدخلك. وتحديدا في سفاره الرياض دلوقتي بقى عندك 7 ايام فقط لازم تكون مقفل فيهم الميعاد بتاعك قبل الميعاد بتاع المقابله بتاعتك ب7 ايام، غير كده السفاره بتكنسل ميعادك. طيب في حاله ان انت قفلت الابليكيشن في مصر في وقت متاخر شويه او وقت بدري، اقل حاجه يكون 48 ساعه تكون مقفل الابليكيشن بتاعك. هل كل الناس بيتراجع الملفات بتاعتها؟ هقول لك لا مش كل الناس، ولكن على الاقل نسبه كبيره جدا بيتراجع الملفات بتاعتها. انت النهارده لو محتار تقدم، النهارده لو عايز تاخد الخطوه خد الخطوه وانت مطمن الملف بتاعك متراجع كويس من السفاره. بياناتك اللي انت قدمتها للسفاره كلها لازم تكون صحيحه، وعلى الاقل انت تكون عارف او ملم باسباب السفر بتاعتك. السفاره الامريكيه هي اسهل سفاره هتقدم فيها واصعبهم. كلمتين عكس بعض، ولكن انا بقول لك اسهلهم ليه. معظم الاوراق بتاعتك اللي انت بتكون رايح بيها السفاره بتكون قليله جدا، ما بتحتاجش ترتيبات كتير زي الترتيبات بالنسبه للسفارات الاوروبيه او سفاره انجلترا او كندا. اجراءات السفاره الامريكيه بتعتمد على المقابله الشخصيه. المقابله الشخصيه دي انت لازم تكون مجهز نفسك ليها. في فيديوهات كتير جدا هتشتتك بالنسبه للمقابله. هتلاقي واحد بيتكلم في موضوع وواحد تاني بيتكلم في موضوع. خلي دايما عندك الثقة في نفسك ان انت اللي هتتقبل مش غيرك، وخلي عندك ثقة في نفسك في اجاباتك وفي الردود بتاعتك. ولازم تبقى مرتب سبب سفر منطقي وواضح وانت نفسك مقتنع بيه وانت داخل المقابلة في السفارة الامريكية. النهاردة لو انت متردد، انا بقول لك خد الخطوة وفكر سريعا. السفارة دلوقتي فرصتك فيها كويسة جدا. تابعنا على قناتنا في اليوتيوب فيزا ستيشن، وفعل الجرس، وان شاء الله هيبقى في فيديوهات تانية
هنتكلم فيها عن ما يخص السفارة الأمريكية في الميدل إيست أو حتى بره الميدل إيست. هي عموما السفارة الأمريكية في العالم كله تقريبا إجراءاتها زي بعضها. شكرا لكم.